تخيل كده لو مصر اللي نعرفها دلوقتي كانت زمان مش مصر واحدة، كانت بلدين متخاصمين. ده اللي حصل بالظبط، بس في بطل واحد غير التاريخ ده كله. مين هو البطل وإزاي قدر يعمل المعجزة دي؟ ده اللي هحكيهولك دلوقتي. ركز معايا. أنا تيا وطالعة معاكم النهاردة رحلة نغوص فيها في أعماق الزمن. هنروح لزمن قديم قوي، قبل ما يبنوا الأهرامات والمعابد الكبيرة اللي بتشوفوها دي. في الزمن ده بلدنا الحلوة مصر ما كانتش لسه دولة واحدة زي دلوقتي، كانت مقسومة لمملكتين كبيرتين. مملكة الجنوب ودي ناسها عايشين عند الصخور والوديان، والتاج بتاعهم كان لونه أبيض ناصع، والرمز بتاعهم كانت نبات اللوتس الجميلة. ومملكة الشمال أو الدلتا، ودي اللي عايشين في الأرض الخضراء وتاجهم كان لونه أحمر غامق، والرمز بتاعهم كان نبات البردي اللي مال الدنيا. وكل مملكة كان ليها ملك بيحكمها لوحده، بس كان في مشكلة، الاسم مش دايما قوة. بس الملك ده اللي ظهر في مملكة الجنوب ما عجبوش الوضع ده خالص، شاف إن مصر تستاهل تكون قوة واحدة مفيش حاجة تقسمها. يا ترى مين الملك الشجاع اللي قرر يعمل كده؟ وإزاي الملك ده قدر يقنع الناس إنهم يتوحدوا؟ ده الملك نعرمر. الملك نعرمر كان عنده هدف واحد بس، يوحد مصر كلها ويخلي التاجين الأبيض والأحمر تاج واحد عظيم على راسه هو. عشان كده نعرمر حارب معارك كتير قوي، ونجح إنه ينتصر ويضم كل أجزاء مصر تحت حكمه، وبكده بقى نعرمر هو أول ملك موحد للقطرين. طب إيه الدليل اللي عبر بينا الزمان ووصلنا الحكاية دي كلها؟ إزاي نعرف إن نعرمر ده مش مجرد قصة؟ هو ساب لنا أثر تحفة في المتحف اسمه صلاية نعرمر. دي لوحة حجرية مش عادية، بتحكي قصته بالنقش خطوة بخطوة. اسمع بقى المفاجأة. في وش من الصلاية الملك نعرمر لابس التاج الأبيض بتاع الجنوب وبيحارب، وفي الوش التاني بعدها نلاقيه لابس التاج الأحمر بتاع الشمال بتاع الدلتا. ده دليل إن خلاص مصر بقت كلها مملكة واحدة قوية، وبفضل الملك نعرمر مصر بدأت عظمة التاريخ بتاعها، وبقينا بعدها بلد الحضارة اللي بتشوفوها دي. وبكده نكون عرفنا إزاي مصر اتولدت كدولة واحدة. لو كنت فاكر إن الأهرامات هي بداية الحكاية تبقى كنت غلطان، التاريخ بدأ قبلها بكتير. عشان كده لو متحمس تعرف حكايات أكتر وتغوص معانا في قلب التاريخ، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك